عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا طبعا زمان كانوا يسمونها الكعدة. هذا الأجداد الجدي محمد أحمد عبد الله، يعني استخدمها عبد الله الله يرحمه ومحمد وسعيد رحمة الله عليهم. هذه بنوا يصلحونها ينحتونها من العلوب، من العلب، من شجرة السدر. شوفوا ما صار إن شاء الله، كانوا يقولون فيها بزمان ويصلحون فيها الكعدة العصيد. هذه تعتبر يعني صناعة محلية حرفية يافعية. وصلها بزمان ما شاء الله. بالعينة كله مستورد، لا قدرنا أن هذه أنا على الصحون ولا على الغلاصات. هذه موقع، هذه برضو من شجرة العلم ما شاء الله. هذا استخدموها الأجداد. هذا كانوا يدقون فيه زمان بن، هرد، أي أشياء. هذا برضو صناعة محلية استخدموها الأجداد رحمة الله عليهم رحمة الأبرار. الآن رحنا في الأصابع طبعا في دار الجد محمد بن أحمد رحمة الله عليه. هذا البيت بنيه جدي أحمد رحمة الله عليهم، والآن رحنا أحفاد الأحفاد أحفاد الأحفاد. والفضل يرجع بعد الله سبحانه وتعالى اللي حافظ عليه وعلى التراث، على دار الجد والتراث عادل علي، الله يرحم أبوه الشهيد عمي علي رحمة الله عليه، أول ما استشهد في منطقة الأصابع عليهم رحمة الأبرار، لهم الله الفردوس الأعلى. هذا ما شاء الله كانوا زمان يستخدمونها للسحاوق، بيشيرون بهشر. هذا برضو صناعة محلية من الأحجار رحمة الله عليهم رحمة الأبرار. شوفوا كيف يحفرونها ينحتونها نحت. عليكم ورحمة الأبرار يا أيها الذين رحلتوا عنهم.